نبدأ بالصلاة على رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، فصلوا على خير البشر. ريال مدريد سيحل مشكلة الركراك الأكبر، وطلبان من اللجنة التقنية لتصحيح الطريق التغييرات التي سيقوم بها المغرب. لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، ذلك هو بالفعل المثل الذي بات يتبعه المدرب وليد الركراكي في الوقت الراهن إذا نفض عنه بالفعل غبار الخيبة والسقوط الصادم في كأس الأمم الإفريقية الأخيرة، وبدأ يضع يده على مكامن الخلل لتصحيحها والنهوض أقوى من السابق. ولم يكن ذلك بمحض إرادته فقط، بل بتوصيات وتشديدات كبيرة من اللجنة التقنية. ثورة حقيقية باتت الآن تجهز لتصحيح المسار والمضي قدما من أجل الهدف المنشود في الكان القادمة التي يستضيفها المغرب على أرضه صيف 2025، ولن يكون هناك بالتالي أي مجال للخطأ أو الوقوع فيها فوات، بل إن كل شيء سيكون مدروسا ومخططا له بدقة عالية. ومن بين أكثر ما يؤرق المنتخب وأشعل غضب الشارع المغربي بشدة هو مركز الظهير الأيسر الذي كان بالفعل ضعفا وخللا كبيرا استغلته الخصوم، إضافة إلى تقدم بعض اللاعبين في السن وتراجع مستواهم بشكل مخيف. غير أن الحلول باتت الآن مطروحة على الطاولة، وطوق النجاة أو بالأحرى الحل السحري هو من ريال مدريد. فما الذي سيقدمه الميرينجيل الأسود لينهي أرقه هذا؟ ما هذه المفاجأة السارة جدا التي ستجعل كتيبة الركراك أقوى وأقوى؟ وكيف سيصبح المنتخب إذن بعد هذه الترتيبات المميزة جدا؟ كانت الاستعانة بنجم بايرن ميونخ نصير مزراوي كظهير أيسر هو الذي يلعب أساسا كظهير أيمن حلا غير ناجع أبدا، وحتى في كأس العالم في قطر لم يكن مفيدا على المستوى الهجومي، ودائما ما كان يحيى عطية الله يدخل ليشفي غليل المتتبعين بالصعود لدعم خط المقدمة وإمداد زملائه بالعرضيات المميزة. لكن ومع ذلك فإن هذه الجبهة اليسرى تبقى متوسطة على العموم وليست قوية كاليمنى التي يهابها الخصوم في ظل تواجد حكيمي وتناغمه الرائع مع زياش وأوناحي، إلا أنه جاء الآن من سيقدم دعما خارقا ويريح الكل من هم هذا المركز لسنوات طويلة. هذا النجم الصاعد الذي نحكي عنه هو ليس من أي ناد بل من النادي الملكي، والأمر يعني تحديدا ذو 18 عاما يوسي، والذي يبدع مع الكاستيا وبات بموهبته الكبيرة في الطريق للانضمام لكتيبة المدرب كارلو أنشيلوتي. يوسف إنريكيز الخديم أو يوسي كما يطلق عليه زملائه هو ظهير قصير القامة ولا يتعدى طوله 170 سنتيمترا، لكنه سريع جدا ومهاري ويملك حسا هجوميا يجعله دائم الحضور في الرواق، إذ يشعله بانطلاقاته وتمريراته العرضية المميزة أو حتى التسجيل بنفسه، وهو يذكر الكثيرين بحكيمي. هو من أب إسباني وأم مغربية، ومثل لاروخا في الفئة السنية الصغرى، غير أنه على تواصل مع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وهناك إشارات جد إيجابية لتمثيله الأسود، بل ومن شبه المؤكد أنه سيكون في بلاد الأطلس قريبا جدا. وبالنسبة لخط الدفاع سيتم حسب آخر ترتيبات الاستغناء عن رومان سايس، وسيشكل المتألق بشدة هذا الموسم مع ريال بيتيس شادي رياض العمود الفقري للخط الخلفي مع نايف أكراد. ومع الجهود الجبارة لجذب إبراهيم دياز بدوره للمنتخب وإعطاء دفعة نوعية لخط الوسط، سيتم تجريب خطط جديدة بنزعة هجومية أكبر لتطوير الأداء ومنح حلول بديلة للوضعيات المعقدة والأكثر احتداما، وليكون بالتالي هناك نهج شامل يخول الركراك للتعامل مع كافة أساليب الخصوم. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.